السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تعلم إن العالم حوالينا مليان حاجات غريبة بس القليل اللي واخد باله منها؟ في الفيديو ده هقول لك معلومات أغرب من الخيال بس كلها حقيقية. بس في الأول اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك جديدنا. يلا بينا. هل تعلم إن العسل ما بيفسدش؟ لأنه بيحتوي على نسبة منخفضة جدا من المية ودرجة حموضة عالية، بيخلي نمو البكتيريا والكائنات الدقيقة أمر شبه مستحيل، لدرجة إنهم لقوا عسل من آلاف السنين لسه صالح للأكل. هل تعلم إن الموز يعتبر من فصيلة التوت والفراولة والتفاح من فصيلة الورد؟ هل تعلم إن النحل يقدر يتعرف على وشوش البشر؟ في تجربة علمية أثبتت ذلك. هل تعلم إن المية السخنة ممكن تتجمد أسرع من المية الباردة؟ وده اسمه تأثير ميبيمبا على اسم العالم التنزاني أرسطو ميمبا. هل تعلم إن في معدن اسمه الغليوم بيسيح في إيدك لأنه بيدوب عند درجة حرارة قريبة من حرارة جسمك، لأنه يتميز بانخفاض درجة انصهاره التي تبلغ 29.8 درجة مئوية. هل تعلم إن في مدينة في كندا اسمها لونجيربين ممنوع أن تموت فيها؟ أهلها هناك بينقلوا المرضى فورا لمدن تانية لأن ممنوع فيها دفن الموتى والقطط. هل تعلم إن مدينة فينيسيا في إيطاليا بتغرق ببطء كل سنة؟ المية بتعلى والمباني بتغطس تدريجيا. هل تعلم إن مصر هي الدولة الوحيدة اللي في العالم اللي نهر النيل بيعدي فيها من الجنوب للشمال اتجاه نادر جدا؟ هل تعلم إن البطاطس كانت ممنوعة في أوروبا زمان؟ كانوا بيعتبروها شيطان الأرض. هل تعلم إن الكنافة أصلها مش شرقي؟ دي اتعملت لأول مرة في تركيا وبعد كده انتشرت في بلاد العرب. هل تعلم إن القهوة كانت ممنوعة في بعض الدول العربية زمان زي مكة المكرمة والقاهرة ودمشق؟ كانوا يعتبروا شربها جريمة بسبب الجدل حولها واعتبرها البعض إنها مسكرة أو مضرة. هل تعلم إن البيتزا أكتر أكل بيتباع في العالم؟ وفي نوع سعره 10,000 دولار معمول من الذهب والكمأة. هل تعلم إن في مدينة أمريكية اسمها مدينة ويتير في ألاسكا؟ كل الناس اللي فيها عايشين في مبنى واحد اسمه أبراج بيجيتش بسبب الظروف الجوية القاسية والعزلة اللي توفرها المدينة. هل تعلم إن في مدينة روسية اسمها مورمانسك الشمس ما بتطلعش فيها لمدة 40 يوم في السنة عشان ظاهرة الليل القطبي؟ هل تعلم إن يوم واحد على كوكب الزهرة أطول من سنته المدارية لأنه بيدور حول محوره ببطء شديد، حيث يستغرق يومه الفلكي 243 يوم أرضي، بينما يستغرق دورانه حوالين الشمس اللي هي السنة بتاعته حوالي 225 يوم أرضي. هل تعلم إن بصمات دب الكوالا شبيهة جدا ببصمات الإنسان، حتى إن خبراء الطب الشرعي ممكن يجدوا صعوبة في التمييز بينهم تحت الميكروسكوب للتشوه في الحلقات والدوامات والأقواس؟ هل تعلم إن عدد الأشجار على سطح الأرض تقدر بتريليونات الأشجار، يعني أكتر من عدد النجوم في مجرد ضرب التبانة بالمقارنة التقريبية؟ هل تعلم أن قنديل البحر من نوع تريتوبسيس يمكن أن يعيد شباب خلاياه لأنه يمتلك قدرة فريدة على عكس مسار شيخوخته والعودة إلى مرحلة سابقة من دورة حياته بدلا من الموت، عشان كده بيعتبر شبه خالد. هل تعلم أن الإنسان يشترك في حوالي 60% من جيناته مع الموز؟ هل تعلم أن القمر بيبعد كل سنة عن الأرض حوالي 3.8 سنتيمتر؟ وده بيحصل نتيجة لأن قوى المد والجزر هي اللي بتسبب دفع القمر للخلف تدريجيا. هل تعلم أن كوكب الزهرة تدور في اتجاه معاكس لمعظم كواكب النظام الشمسي لأنه بيدور حول محوره من الشرق إلى الغرب، على عكس معظم الكواكب الأخرى اللي بتدور من الغرب إلى الشرق، وده بيعرف باسم الدوران التراجعي أو الدوران العكسي، وتشرق الشمس فيه من الغرب وتغرب في الشرق. هل تعلم أن جزيئات الغبار اللي في منزلك يمكن أن تحتوي على أجزاء من خلايا بشرية وشعر وحبوب لقاح؟ هل تعلم أن الأخطبوط له 3 قلوب؟ هل تعلم أن برج إيفل بيصبح أطول عدة سنتيمترات في الصيف وذلك بسبب تمدد المعادن بالحرارة؟ هل تعلم أن روبيان المسدس بيطلق طلقة قوية من مخلبه
تولد فقاعة صاعقة تخدر فريسته. هل تعلم إن بعض أنواع السلمندر يمكنها إعادة نمو أطرافها وأجزاء من أعضائها الداخلية؟ هل تعلم إن في سمكة اسمها مشاية المستنقعات زعانفها بتخليها ممكن تمشي على البر؟ هل تعلم إن في مدينة في اليابان اسمها أوكيناوا الناس هناك بيعيشوا أطول من معظم سكان العالم، ويعود سبب طول العمر لنمط حياتهم واللي بيعتمد بشكل كبير على نظام غذائي بسيط غني بالبطاطا البنفسجية والخضروات والأعشاب البحرية والأسماك، بالإضافة إلى نمط حياة نشط وممارسة الرياضة الخفيفة يوميا ووجود نظام اجتماعي قوي يدعم الترابط والتعاون. لو عجبتك المعلومات دي اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس واطلب جزء تاني، عندنا لسه معلومات كتير أغرب من كده بكتير. ومتنساش تقولنا ايه أكتر معلومة خليتك تقول ايه ده بجد.